سمعت وانا جاي في الراديو في العربية معنيين خطيرين جدا. بمعنى، اول معنى اللي انا كنت سمعته كان بيتكلم على الاخ او الاخوة. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا موسى، ركز: واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. ده سيدنا موسى بيتكلم عن سيدنا هارون، وكمان سيدنا موسى بيتكلم على الكواليفيكيشنز بتاعته، ان في حد احسن منه اللي هو اخوه اللي هيساعده. فعندي معنيين مهمين جدا: ان سيدنا موسى عارف قدراته الشخصية والكلامية في اقناع الاخرين بالكواليفيكيشنز اللي عنده ولا لا. خلينا نقولها بالمعنى ده يعني كمعنى بيزنس. والمعنى التاني ان هو شايف حبه لاخوه، او في مظهر من مظاهر الحب للاخ والتفضيل لاخوه عنه في هذا الموقف. نبي بيتكلم عن نبي بقى. وعلى الصعيد الاخر ولاد نبي بيتكلموا عن نبي اخوهم لما بفكروا بتفكير يعني صعب. يعني لما قالوا لسيدنا يعقوب ارسل معنا اخانا، يعني هياخدوا اخوهم، ولو هم هياخدوه بقى فين عشان يعملوا الجريمة. فشوف كره الاخوات او الاخوة لاخوهم. قالوا في اول الصفحة ايه او اول الصورة، يعني لما كانوا بيتكلموا عن حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، سبحان الله، قالوا ايه؟ قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ياه، مظاهر الكره والبغضاء للاخ اخوهم، عشان بس هم شايفين ان ابوهم بيحب اخوهم اكتر. واذ ربما احنا ما عندناش يعني روشتة حب، يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا الحب في القلوب كده. فهو ربنا سبحانه وتعالى كان وضع حب سيدنا يوسف في قلب سيدنا يعقوب، فكان ممكن يكون بيحبه بزيادة، او عندهم مظاهر من مظاهر الكره المطلق لاخوه. يعني اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يعني نقتل اخونا. هذه مظاهر الكره متمثلة في اخوة سيدنا يوسف، ومظاهر الحب للاخ متمثلة في سيدنا موسى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان سيدنا موسى يعني واخي هارون هو افصح مني لسانا. خاطرة حبنا نقولها. شكرا.